السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل وجبة عشاء خفيفة ومغذية وسريعة ومتكاملة العناصر الغذائية، بيض بالبطاطس. عندي أنا بيضتين اهوت، هحط عليهم ذرة ملح وذرة فلفل، وعندي 3 شرايح من البطاطس. هنضرب البيض مع بعض واشوف هعمل ايه. ضربت البيض وعندي حوالي معلقتين فلفل الوان بحطهم على البيض علشان تكون الوجبة متكاملة. بعد كده عندي طاسة فيها سمن، هولع الشعلة واشوف هعمل ايه. حطيت نص معلقة سمن، بحط البطاطس اللي هي الشرايح، احمر البطاطس في المادة الدهنية. طبعا انا بختار الطاسة تكون مناسبة كمية البطاطس اللي انا احطها وكمية البيض اللي انا عايزاها اتعشى بيها، اعمل وجبة العشاء بيها. البطاطس دخلت في التسوية واتحمرت من اسفل، بقلبها على الوش التاني تستوي وتتحمر. البطاطس استوت من اعلى ومن اسفل. عندي انا البيض بالفلفل الالوان بصبه بالشكل ده. بعد كده بجيب جبنة موزاريلا واحطها على الوش، ازود القيمة الغذائية. اغطيها على الطاسة بغطا محكم علشان البيض يستوي طبعا بالبخار. نفتح على البيض بالبطاطس نلاقيها استوت بالشكل ده، استوت واحمرت. نفرغها في الطبق تبقى جاهزة ان شاء الله للعشاء. وده شكل الطبق، البيض بالبطاطس بالموزاريلا والفلفل الالوان. جميلة جدا للعشاء وخفيفة، وطبعا بتتقطع بقى ونجهزها للعشاء. ونبص نلاقيها جميلة جدا، البطاطس متحمرة اهي من اسفل والبيض مستوي من اعلى. وجبة طبعا سريعة ومتكاملة، وجبة عشاء او ممكن وجبة فطار جميلة جدا. ممكن اعملها للاطفال وهم رايحين المدرسة، بدل ما يبقى بيض بس يبقى عليها الموزاريلا والفلفل، يزود القيمة الغذائية للاطفال وتكون مغذية. لان طبعا لازم ناكل الوجبة تكون متكاملة العناصر الغذائية في الصباح وفي الغداء وفي العشاء. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.